احنا النهارده في شهر 9 2020. الحاج محمد مرزوق من بني سويف كان عنده سرطان مثانه، وعملنا استئصال جذري للمثانه والبروستاتا والغدد الليمفاويه من 5 سنين. من 5 سنين تمام. عملناها امتى؟ شهر 8 2015. والحمد لله عملنا زرع مثانه ومحافظ على شكل جسمه، والتبول كان طبيعي من قناه مجرى البول. امورك تمام يا حاج محمد؟ الحمد لله. ربنا يشفيك. لينا قد ايه عاملين العمليه؟ 5 سنين. 5 سنين وشهر. استئصال جذري المثانه والبروستاتا، وعمل مثانه جديده من الامعاء. التبول كان طبيعي من قناه مجرى البول، طبيعي. والتحكم كان معقول. مية مية. التحكم كان كويس، هو بس تعبان شويه عشان كانت له جلطه في الرجل، دي حاجه حديثه، والحمد لله تم علاجها يعني بخير. انت امورك كويسه يا حاج محمد؟ الحمد لله. والحمد لله ما فيش كحه وبتاكل كويس وبتشرب كويس. الحمد لله. تمام. بعد 5 سنين زراعه مثانه تعويضيه جديده واستئصال جذري لورم المثانه، والحمد لله الامور بتاعته. والحاج محمد من الناس اللي انا بحبها جدا وبقدرها جدا، وهو ما شاء الله هو واهله ناس محترمين جدا، واهم حاجه فيه ان هو بيتابع وبيعمل الاشعه والتحاليل في الوقت المناسب، وده مهم جدا صراحه. وهم اهله ناس محترمين جدا وما بيأثروش، للامانه ما بيأثروش معاه، واحنا سعداء جدا. انا سعيد جدا ان بعد يعني استئصال جذري المثانه والبروستاتا والغدد الليمفاويه بعدها ب5 سنين ان احنا نلاقي مريض في الصحه بتاعته الكويسه. ونتمنى لك الشفاء يا حاج محمد باذن الله، وان شاء الله باذن الله احنا هنعمل. هو جاي لنا في المتابعه، طلبنا ليه تحاليل كامله، صوره دم، وظائف كبد، وظائف كلى، سيوله وسكر، وطلبنا اشعه مقطعيه على مش اشعه رنين مغناطيسي على البطن والحوض، علشان نطمئن على المثانه الجديده ونطمئن على كل اعضاء البطن والحوض. ربنا يشفيك يا حاج محمد، ربنا يشفيك، وانت غالي عليا جدا.